مساء الجمال على كل عشاق النادي الاهلي في كل مكان. اهلا وسهلا بحضراتكم في حلقه جديده من حلقات مشجع التالتة. كالعاده حلقه النهارده مليئه باهم الاخبار والتفاصيل المهمه جدا اللي بتخص النادي الاهلي. بس في الاول كده وقبل ما نبدا حلقتنا يا ريت ما تنساش تعمل لايك على حلقه النهارده فضلا وليس امرا. ولو انت مش مشترك في القناه انزل دلوقتي اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي. مش هطول عليكم اكتر من كده، تعالوا بينا نبدا حلقتنا باول اخبار الاهلي. والد احمد السيد زيزو يؤكد بان احد اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك تواصل معه من اجل الوصول لاتفاق لتقسيط المبلغ المدين نادي الزمالك لنجله حل الازمه بالهدوء وبالتراضي بين الطرفين، لكنه اكد رفضه التام على هذا الامر وانه متمسك بالحصول على كامل مستحقات نجله على دفعه واحده او تستمر الازمه لحين اصدار اللجنه القانونيه في اتحاد الكره القرار النهائي. ويؤكد بان كل ما يقال عن تفكير زيزو في التنازل عن جزء من مستحقاته النادي الزمالك امر غير صحيح وليس له اي اساس من الصحه. مصدر داخل النادي الاهلي يؤكد بان اسم اسامه فيصل مهاجم البنك الاهلي مطروح بقوه داخل مجلس اداره الاهلي للتعاقد معه خلال فتره الانتقالات الشتويه القادمه. ويؤكد بان اللاعب انال اشادات قويه من جانب مسؤول الاهلي بامكانياته وقدراته، وهناك ترحيب من جانب مجلس اداره الاهلي بالتعاقد مع اللاعب خلال فتره الانتقالات الشتويه المقبله. لكن مسؤول الاهلي بيفضلوا عدم التفاوض مع اللاعب بشكل رسمي قبل اتخاذ قرار يسترب مدرب الفريق وعرض اللاعب عليه لمعرفه قراره النهائي بشان التعاقد مع اللاعب او التراجع عن الصفقه. امام عاشور لاعب الاهلي ابلغ الجهاز الطبي للاهلي بتحسن حالته بشكل كبير وتعافيه من الفيروس الذي تعرض له مؤخرا. واكد للجهاز الطبي للاهلي بانه قادر على المشاركه في تدريبات الاهلي عقب عوده بعثه الفريق من مواجهه فريق ايجن نوار البروندي في ذهاب دور ال 32 من دوري الابطال. كمان امام عاشور اكد لمسؤول الاهلي رغبته القويه في السفر مع بعثه الفريق الى الامارات العربيه المتحده للمشاركه مع الاهلي في بطوله السوبر المصري. لكن الجهاز الطبي للاهلي حدد يوم 20 اكتوبر القادم موعد اجراء اللاعب لفحوصات طبيه جديده للتعرف على تطورات حالته الصحيه ومده استجابته للبرنامج العلاجي لتحديد موقفه من المشاركه مع الاهلي في بطوله السوبر المصري، خاصه وان اللاعب يحتاج لمده لا تقل عن 10 ايام بعد فتره تعافيه يخوض خلالها تدريبات فنيه وبدنيه تؤهله للتواجد في قائمه الاهلي في بطوله السوبر المصري. احمد شوبير ينتقد بقوه طلب مسؤولي نادي الزمالك في ازمه قضيه احمد السيد زيزو لاعب الاهلي، ويؤكد ان اللاعب له مستحقات عند الزمالك ما يقارب من 83 مليون جنيه، والزمالك بينفي وبيقول ان اللاعب مديون للنادي الابيض باكثر من 20 مليون جنيه. ويتعجب من فريق عمل الزمالك الذي كان متواجد امبارح في اتحاد الكره وطلب تاجيل الملف شهر لتجهيز المستندات رغم بان كان لديهم الوقت الكافي سابقا لتجهيز كل الاوراق للرد على شكوى زيزو في اتحاد الكره، خاصه بعد تصريحات مسؤولي الزمالك سابقا بانهم يمتلكوا الاوراق والاستنادات التي تؤيد موقف الزمالك في قضيه زيزو للحفاظ على حقوق النادي. كمان احمد شوبير قال اتمنى الزمالك في الشهر ده يقدم اوراقه ويكسب القضيه كمان او يعلن بالصراحه ويقول يا جماعه انا ما عنديش اوراق اقدمها للرد على شكوى زيزو في اتحاد الكوره، انما هنفضل نشغل الراي العام بامور مش متاكدين منها، امر صعب جدا. يعني يسترب مدرب الاهلي يقود تدريبات الفريق لاول مره منذ توليه القياده الفنيه ويبدا الاستعدادات لمواجهه فريق ايجن نوار البروندي في ذهاب دور ال 32 من دوري الابطال. كمان لاعبي الاهلي الدوليين انتظموا في التدريبات اليوم بعد انتهاء مهمتهم مع المنتخبات الوطنيه. مجلس اداره الاهلي قرر توفير كافه الخدمات التنظيميه اللازمه والعمل على راحه الاعضاء استعدادات لاجتماع الجمعيه العموميه يوم 31 اكتوبر القادم لانتخاب مجلس اداره جديد. واكد الاهلي في بيان رسمي بانه سيتم بدء الخدمات بالتعليق المبكر لكشوف الادويه في اماكن بارزه بمقر النادي بالجزيره حتى يتمكن كل عضو لمعرفه رقم اللجنه الخاصه به، وكذلك توفير نقاط استعلام لتقديم المساعده والرد على الاستفسارات الخاصه بالتنظيم وعمليه التصويت، وايضا توفير سيارات جولف لنقل الاعضاء كبار السن وذوي الاحتياجات من البوابات الى مقر اللجان الانتخابيه والعكس. كمان اداره الاهلي قامت بتاجير جرجات الاوبر وحي غرب والعاملين حتى تكون هناك مساحات كبيره لاستقبال سيارات الاعضاء. وبكده يا صديقي نكون وصلنا لنهايه حلقه النهارده اللي بتمنى تنال اعجابكم. في نهايه حلقتنا ما تنساش تعمل لايك، ولو انت مش مشترك في القناه اشترك في القناه وفعل زرار الجرس عشان تتابع معانا كل جديد عن اخبار الاهلي.